هلا احمد. مساء الخير احبتي المشاهدين وين ما تكونوا، اهلا بكم بتغطيه خاصه بمناسبات عيد الفطر المبارك. حنكون متواصلين وياكم على مدار ساعه من الوقت مباشرة من استديوهات قناة العراقية، وأيضا حنكون مباشرة من جميع المحافظات العراقية والعاصمة بغداد حتى ننقل الصورة المباشرة لفرحة أهلنا وعوائلنا العراقيين بأجواء عيد الفطر المبارك. طبعا بالبداية نحب نهني قواتنا الأمنية وجيشنا العراقي والحشد الشعبي على الانتصارات اللي يقدموها في الموصل، وإن شاء الله يا ربي بعد ساعة قليلة نعلن بالكامل تحرير الموصل ونزف هذه البشرى من عبر قناة العراقية. طبعا ما خليتي لي فشي احكي كلها حكيتي. لا اكو هو حكي معك. تحياتنا اكيد لكل مشاهدينا، يمكن انا اول مره وياكم بهذه التغطيه، ما عرفت اكيد منور. انت نور يمكن نبي انت طالعه بها. اي اكثر اي لا انا اول مره، فلذلك انا يسعدني انه اشارك زملائي الموجودين واشارككم هذه التغطيه. حقيقه راح تكون تغطيه حلوه، نوعدكم بهذا الشيء، راح يكونوا ضيوف متميزين. اكيد راح نروح لكل محافظات العراقيه ولكردستان العراق ايضا ان شاء الله. عندنا هوايه امور محضريها لكم. خلونا هسه نروح لاغنيه ونرجع لكم من بعدها. طبعا اكيد باجواء العيد الحلوه هذه انضموا لنا ضيوف متميزين جدا. الفنانه صفا صالح، يا اهلا وسهلا، نورتينا، كل عام وانت بالف خير. واكيد حارس المرمى ابراهيم سالم، نورتنا استاذ، كل عام وانت بالف خير. حارس المرمى السابق والان مشرف ومدرب و يعني كل شيء. هذه الشرطه الحمد لله. يا سلام، نورتونا. كل عام وانتم بالف خير وينعاد عليكم الصحه والسلامه. كل شخص عنده طقوس خاصة مناسبة عيد الفطر المبارك، فأكيد يعني الفنانين يكونون أكثر شيء شغلاتهم بالأعمال، يعني حتى ما يحسون بنكهة العيد ولا نكهة رمضان. فردنا نعرف أنتِ طقوسك بعيد الفطر. في البداية كل عام وأنتم بخير، كل عام والجمهور بألف خير، وإن شاء الله يا رب دوم تكون أيامنا كلها أعياد ومناسبات إن شاء الله. طبعا يمكن هذا العيد هو يختلف عن الأعياد السابقة، لأنه سابقا كنا يعني قبل شهرين أو 3 من شهر رمضان إحنا بانشغال تام بما نحضره من صح. أعمال درامية. نعم. يعني فترة العيد تجينا هي فترة استراحة واسترخاء. هذا العيد يمكن شوية الأعمال قليلة، بس هو بشكل عام يعني إحنا عيدنا عادي، بداية ويا الأهل، الأصدقاء، الأقارب، نبديها بالمسجات والرسائل، يمكن لأنه التكنولوجيا اليوم اختصرت لنا كثير من المسافات، وعادي يعني الفنان حاله حال أي إنسان لكن اعتيادي. التكنولوجيا ما خلتنا نتخلى عن عاداتنا وتقاليدنا، خصوصا أول يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، أنه نروح نزور أقاربنا والبيت الكبير، بيت العائلة نروح نزوره، يعني هاي ما قدرت تمحيها التكنولوجيا. أكيد. أنا أريد أسأل أستاذ إبراهيم سالم، نورتنا طبعا مرة ثانية وثالثة. الله يسلمك. الرياضي عادة برمضان هم يخرب من وراء الاكل والهاي، فيجي العيد يسوي رياضه يعني. لا اكيد. لا هو حتى اعتقد برمضان يسوي الرياضه. طيب اكيد، هي كل عام وانتم بخير، الشعب العراقي والشعب الاسلامي والامه الاسلاميه ان شاء الله، ونبارك انتصارات جيشنا وحشدنا الشعبي. اكيد شوف، هي طقوس العيد مهما تكون نعم مميزه، تبقى لها تقاليدها، مثلا زياره الاهل الاكبر منك، الاخ الاكبر، الاب، الخال، كذا. اما فيما يخص سؤالك، فاكيد احنا عباره عن رياضه، صحيح. حياتنا عباره عن رياضه، سواء حتى برمضان يمكن. حتى في رمضان احنا مجموعه من الحكام والاعلاميين واللاعبين السابقين. طبعا هسه احنا شويه وزن صار عندنا، فنلعب دائما في ملعب الشعب الثاني، نلتقي. تلاحظ انه هي حياتنا عباره عن كره قدم، ملتقانا كره قدم. فنانين ايضا يعني دائما يتواجدون ويانا، فهي الرياضه بدمنا، يعني وين ما تروح هي قدامنا. صحيح صحيح. تمشي الرياضه. وطبعا نتمنى انه كل الاشخاص يكونوا الرياضه، كون الرياضه مفيده طبعاً جدا. طبعا. لكن مع الاسف احنا ما نعرف ليش نهمل الرياضه، يعني مع العلم هي لو عجز يصير بعض، يعني احنا اذا نلعب رياضه راح نتخلى عن الرجيم، راح نتخلى عن السمنه، وبالتالي ما راح نضطر الى نسوي عمليات قص معده، وبالتالي بس ما اعرف ليش احنا يمكن اليوم لانه احنا كل شيء متوفر لنا وكل شيء بسهوله قدرنا نحصل عليه، يعني الامور. اي فيمكن القعده وتعودنا انه حتى صرنا بيتوتيين. صحيح. لا هي اليوم صفاء صور الرياضه اليوم صارت جزء مهم من الفنان والرياضي والمقدم والاعلامي. شبابنا بشكل شبابنا يعني اليوم بشكل عام سوري
الموديل اليوم حتى الجسم حتى صحيح. ديزاين ينطي الملابس جسم، يختلف. حتى الرياضه تنطي جسم كلش حلو، قوام بس حلو. ربة البيت يعني تمارس التمارين الرياضيه اكثر من الرجال، أكيد. لانهم من هسه الصبح البنات لليل. همينة عندنا بالعراق اي يعني والله هاي صحيحه، يعني النساء يتعبن اكثر من النساء الرجال. بدأوا هسه يروحون للجيم. هاي الشيء دا صح. اشوفه يعني موجود. واليوم سمعت عن ثلاث شغلات يمكن بنجف الاشرف ببعض المحافظات اكو جيمات خاصه بدت- للنساء بدت. بدات يمكن تنفتح. نحتاج عذرا، يمكن نحتاج توعيه اكثر، توعية، ثقافه وقت اكثر شوي. حول هذا الموضوع. بس هسه بدات الناس انه من مكان انه يتفسحون به، صار شوي شوي يطلعون انه يلعبون رياضه، خصوصا انه هسه الجيمات النسائيه يعني بها مو بس رياضه، مسابح صارت وبها يعني بها كوفي، يعني هم تغير جو وهم هي تلعب رياضه، هم بالتالي هي ضعفت وصار جسمها صحي. لا هي اكيد مثل ما تفضلت اخ صفاء وحضرتك، اليوم احنا نحتاج توعيه. أي. المراه جزء مهم بالمجتمع، أكيد يعني طبعاً. حالها حال الاخرين. انا طبعا اوجه تحيه لام يوسف والله يساعدها من الصبح لليل، فمن حاكيه تقول فرصه اخفف وزن يعني داخل البيت. صحيح. رغم انه احنا متوفر لنا جهاز داخل البيت. اليوم المراه انا اشوفها صراحه مظلومه بالمجتمع، لانه من حقها ان تروح جيم، من حقها ان تروح مسابح. بس حاليا افضل، حاليا طبعاً أفضل. حاليا دا اشوف المراه بدها تاخذ شويه حقها بادنى يعني. صح. بدنا نتكلم احنا بالعراق يعني يمكن ما بدنا نتكلم عن الوطن لا العربي. لا اكيد، لكن مو بالمستوى الطموح مو يعني بالمستوى تعرف الطموح أبداً يعني لا. يعني شويه عوائلنا يحتاج لنا توعيه، هذا الجزء. ومرات احنا خلينا نطلع من الموضوع. الرجل دائما يحب زوجته انه هم تكون موديل، تكون وزنها فعلا. معين، فانت دائما اذا تضغط عليها بهالجانب فما راح تحصل الزوجه اللي ببالك. صحيح صحيح كلامك. طبعا احنا الله يكون بعون الزوجه العراقيه تتعب يعني كل هاي والرجل ما يقدر يعني. لا 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 مقدرين. ان شاء الله يقدرون. ان شاء الله. مقدرين. خلينا ننتقل الان الى اربيل. خلينا نشوف الاجواء هسه بعيد الفطر المبارك، ونشوف حركه الناس في اربيل مع الزميله مزيت. مساء الخير مزيت. كان اكو خلل مزيت. بالصوت. إي نعم. مزيت اذا تسمعيني ممكن مبارك عليكم عيد. نعم مزيت شويه الصوت ناس ممكن تصعدين المايك حتى نسمع الصوت. اعتقد الان افضل. يا ريت لو ألو. تحكي. اهلا وسهلا الو بدنا يا نسمع مزيد. شو هسه. مساء الخير مزيت. اهلا بكم وبكل مشاهدينا الكرام وبضيوفكم الموجودين. حقيقة الاجواء هنا في مدينة اربيل اجواء رائعة جدا، حيث هذه المتنزهات والحدائق وكذلك الاسواق هنا في مدينة اربيل مع انخفاض درجات الحرارة الجو لطيف جدا. امتلأت هذه المتنزهات بالسواح وبالزائرين وكذلك بالمواطنين الذين يعني يتبادلون التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. سنلتقي ببعض العوائل لننقل إليكم تحيات وتهانيهم في هذا العيد ولنرى كيف أجواء العيد معهم. أهلا بك. اهلا بك، وندعي للقوات الامنيه بالنصر والفرحه تتم على كل العراقيين، وان شاء الله هاي الافراح والونسات واللمات تصير بكل مدن العراق وبكل محافظاتها. احنا من الموصل من الايسر، والله الوضع غادي بسلامه القوات الامنيه حيل زين الحمد لله، وندعي الفرحه الكبرى يوم تحرير الايمن ان شاء الله. إن شاء الله وعيدك مبارك يا رب. عيدك مبارك. عيدك مبارك، كل عام وانتم بخير. ندعي للقوات الامنيه ان شاء الله يحققون النصر والامن والامان ان شاء الله بالعراق كله. فرحانه انه يعني هالايام او ساعات قليله يفصلنا عن اعلان النصر وتحرير موصل من شو امنياتي يكون بكل مكان اجواء العراق الامن والامان، ونكون كلنا الشعب فرحين وهاي المأساة ننساها ان شاء الله. ان شاء الله مأساة تنطوي على جميع العراقيين ان شاء الله يا رب. والله فرحان الحمد لله، فرحتي كبيره بتقدم القوات الامنيه، هاي اول فرحه، يعني هاي فرحه الكبيره اللي عندنا الكبرى، والاجواء هنا ما شاء الله حلوه وما قصروا جماعه اربيل، يعني مساعدات الحمد لله بالدخول بالامن، يعني موفرين ان شاء الله. نتمنى مثل نصهم نصير. يعني كيف كان الوضع بشكل عام هون؟ بالموصل لو هنا ما شاء الله الحمد لله، نتمناها امنيه والله الحمد لله. اوكي كل عام
انت بخير. عيدك عيد مبارك ان شاء الله علينا. شلون اجواء العيد معكم الله. بهذا المكان والله السهل؟ ما شاء الله يعني حيل ونسه يعني ما شاء الله اربيل، ونحب نهني القوات الامنيه العراقيه على التقدم الجميل هذا ان شاء الله، وان شاء الله من نصر الى نصر، ما ظل هي الا ايام قليله ان شاء الله ويتحرر الموصل بالساحل يعني بالكامل ان شاء الله. وندعي يعني من العالم كله انه نحب نهني الشعب العراقي بمناسبه عيد الفطر المبارك علينا العراقيين ان شاء الله، علينا وعليكم على القناه العراقيه يعني دائما نتابعها في تصويرها وبكل مكان بالعالم، ونحب نهني يعني المنطقه ومجدي لاند على حلول هذه المناسبه الجميله حلوه يعني، والحمد لله على كل حال ان شاء الله. كل عام وانتم بخير وعيدك مبارك. عليكم اجمعين ان شاء الله وعلى كل الامه العراقيه ان شاء الله. ان شاء الله عليكم. حقيقة يعني مشاهدينا الكرام هنا الأجواء جميلة جدا ورائعة في مدينة أربيل. يعني الأفراح فرحة صارت فرحتين، فرحة النصر القريب جدا لتحرير مدينة الموصل الساحل الأيمن، وكذلك أفراح عيد الفطر المبارك، حيث ننقل إليكم نستمر بنقل التهاني المواطنين في مدينة أربيل. أهلا بك. اهلا وسهلا. شو منيتك العيد؟ كيف شايف الأجواء؟ والله الحمد لله الجو طيب والناس مرتاحه، ونهنئ الشعب العراقي والشعب الكردي بمناسبه عيد الفطر، وان شاء الله يصير عيدين ان شاء الله ينتصر الجيش العراقي على الدواعش. فرحان يعني؟ كلش فرحان شو أحلى شيء بالعيد عندك؟ والله يهمني فرحة الناس، يعني فرحتي من فرحة الناس. طيب العيد اختلف أيام زمان وهلا برأيك؟ كثير طبعا. أيام زمان كان الناس تقريبا هاي العشر سنين الأخيرة بعد سقوط النظام الوضع السياسي حال تأثر على الشعب العراقي خصوصا اقتصاديا، والحالة الاقتصادية متدهورة يعني في العراق وفي كردستان نفس الحالة. خير ويعطيك العافية. مرحبا. وانتي بخير وعيدك ان شاء الله تحقيق الاماني. الله يسلمك. والله اجواء العيد عيد كلش حلوة وكلش ممتعة، يعني كلش حلوة اجواءها وكلش فرحنا الحمد لله والشكر. عم نقضيها كلها طلعات. شلون كلهم؟ وانت من ألف ان شاء الله تحقيق ايام العيد معك؟ والحمد لله يعني كنا فرحانين والحمد لله نطلع السفر. احنا من أربيل. من أربيل. هواية. كثير حلوة. ايام العيد 30. اول يوم رحنا سامي عبد الرحمن، رحنا تونسنا، وهاي بارحة رحنا للمول، وهاليوم ثالث يوم. كلش حلو كان. وانت بألف عيدك مبارك. امنياتك بهذا العيد؟ أمنيتي إن العراق يصير بخير وبسلامة وبأمان إن شاء الله. ان شاء الله يا رب يا مع الجميع. إن شاء الله. اوكي الاجواء هون كثير حلو. كثير حلو يعني ألعاب كثير حلوة ولعبنا كثير لما رحنا. اي كلش شو اسمه طلعتوا بالالعاب ولا لسه؟ اي طلعنا كوم. نعم مزياد بس تسمعيني؟ نعم شكرا لك مزياد، اكيد حنكون متواصلين وياك بجوله اخرى حتى نشوف فرحه اهلنا في شمال العراق. نفرح من نشوف هيك شيء موجود يعني اكيد انه العراق الحمد لله انه مسألة داعش شوي تقريبا راحت يعني. انتم شنو رايكم بالانتصارات اللي تصير بين الابطال اللي يسووها حقيقه بالموصل يعني؟ طبعا احنا ايش قد ما ردنا نتكلم يعني ما نوفي حق اولادنا وابائنا واخوتنا واللي يروحون اللي هم بدمائهم يعني يضحون يمكن باغلى شيء ما يملك الانسان هي روحه يعني دا يترك عائلته واطفاله في سبيل ان يامن الوطن، فاحنا نبارك لهم جهودهم وربي يرحم كل شهدائنا ويصبر امهاتهم وقلوبهم
ويا رب يشافي كل جرحانا، وان شاء الله يعني احنا يعني متاملين خير انه الايام القادمه يعني النصر لابد من عنده ان شاء الله بوجودهم. هي بقت ساعات قليله على اعلان تحرير المسألة بالكامل. اكيد طبعا. لا شوف انت اليوم درجه الحراره مرتفعه جدا، صحيح، والناس البعض منها متذمر. والله العظيم ما نجي على بالي انه هذه الناس اللي تقاتل بهذا الصحراء واللي تقاتل يعني شوف الفوارق. انا تكلمت ويا شخص قال درجه الحراره اليوم كذا وكذا، قلت له انت زين عندك مبرده او سبلت او هاي، بس الناس اللي تقاتل واليوم احنا بفضل رب العالمين وفضلهم ان احنا قاعدين صحراء معاناه ابدا ما ننسى هذا. حملوا الاجواء المتربه، الامطار، البرد، الحر، كل هالاجواء تحملوها في سبيل انه يدافعون عن شرف البلد. نعم ان شاء الله. بدي نسال يمكن عام 93 كان مميز بالرياضه. شلون جايه الدنيا؟ بالنسبه لي تعرف ولادتي انا 93 لانه كنا في تصفيات كاس العالم وكانت مباريات على مستوى عالي جدا، واحنا كنا تحت ظرف معين وحصار اقتصادي وسياسي. صحيح. فمن كنا نغادر طبعا ما نريد نتكلم احنا الضغوطات اللي كنا نعيشها، يعني اليوم اللاعبين احنا نحسدهم هذا الجيل بدون ضغوطات. صحيح. الضغوطات معروفه للجميع، انا وين اروح اتكلم، لكن بمعنى الكلمه صح. احنا كان ما يهمنا هو البلد، يهمنا الدريس والعلم العراقي. كنا 93 كانت انطلاقتي بمباراه ايران اللي فزنا بها، هو كان اول فوز لنا على المنتخب الايراني. والحمد لله والشكر يعني بدا ابراهيم سالم ينعرف من خلال هاي المباريات، ايضا كثير من المباريات، لكن كل لاعب او فنان او شخص عنده مسيرته انطلاقته الحقيقيه. ف 93 هو كان مميز، هو كان ولاده ابراهيم سالم. اي طبعا، ولحد الان يعني هذا الرقم احبه لانه اتفائل به دائما. انا الرقم الفردي بالنسبه لي يعني لي شيء حاله نفسيه لا اكثر ولا انا عكسك، لا انا الزوجي احب. بعد هو كل شخص عنده رقم يحس انه هو يجلب له الحظ. اخر الاعمال اللي قمتي بها؟ والله اخر عمل قدمناه واللي انعرض من خلال شاشتكم شاشه العراقيه هو عمل السركال، 30 حلقه تلفزيونيه. كان من تاليف الاستاذ اياد العنبكي واخراج الدكتور صاحب بزون. هذا العمل يعني قدمنا بموضوعة يمكن هي انتشرت بالآونة الأخيرة بمجتمعنا، موضوع العشائر وما شابه. العمل حقيقة يعني يواجه كثير من الصعوبات والمتاعب والضغوطات والظروف يعني كلش صعبة مر بها العمل، يعني حتى نفسيا احنا كفنانين مرينا بضغط نفسي، يعني لأنه شنو هاي الصعوبات؟ كنا بقلق تجاه هذا العمل، ايش وقت ننجزه، راح ينعرض على اي شاشه، راح ينعرض، راح يسوق العمل، والحمد لله والشكر انعرض من خلال شاشتكم. وان شاء الله بعد رمضان راح تكون ايضا عندي مشاركات من خلال قسم الدراما في قناه العراقيه. ان شاء الله يعني مبادرة جميلة جدا من قسم الدراما انه راح يبدون يشتغلون على موضوعات المسلسلات الثلاثية السباعية، سهرات يوم الخميس. يمكن احنا نفتقدها، يعني احنا لما كنا يعني سابقا اليوم الدراما العراقية تراجعت، يعني بالآونة الأخيرة كلش تراجع، حتى ما نشوف ماكو مسلسلات عراقية، حتى ماكو إنتاج إلهن. يعني نفتقد المسلسلات العراقية عكس السابق. يعني السابق يعني شفت كانت أكثر مسلسلة كانت إنتاج أكو، تعرض أكثر من مسلسل على القنوات العراقية. اليوم نشوف قليل هذا الشيء. صح. السبب المادي هو المادة، يعني السبب الرئيسي هو المادة. الميزانية التقشف الكل تاثر به، واحنا من الناس ايضا تاثرنا به. تاثرتوا بها. اي لانه احنا شغلنا موسم، احنا صحيح. نشتغل قبل رمضان شهرين 3 أشهر ونقعد السنه كلها. صحيح. لكن العراقيه كانت حقيقه عندها مبادرات جميله، يعني قبل 2 أو 3 صحيح. يعني انتجت اكثر من عمل، كل الفنانين اشتغلوا. فاحنا من خلال قناه العراقيه اليوم، وان شاء الله تسمعنا اداره العراقيه وقسم الدراما، احنا يعني محتاجين نشتغل، لان تعرف الفنان إذا يبقى يعني راكد ما يشتغل راح يتعب ويتأذى نفسيا، بالنتيجة ما راح يقدر يقدم شيء. أكيد أنتم موجودين ويانا مستمرين ومنورين اليوم، منورين الاستديوهات العراقية، لكن حننتقل يمكن مع أحمد الفتلاوي من النجف ونريد نشوف الأجواء
بالنجف الاشرف شلونها؟ كل عام وانت بخير زميلنا احمد الفتلاوي. تسمعني احمد الفتلاوي زميلنا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير. طبعا مستمرين وياكم بالتغطيات من طيلة أيام العيد الفطر المبارك، وأكيد يعني في الصباح والمساء أكيد يعني الكل أجمع والكل يجمع حقيقة بفرحة هذا العيد الاستثنائية، فرحة العيد السعيد الاستثنائية. خصوصا احنا نعيش أيام أفراح كبيرة، وهي أفراح الانتصار على عصابات داعش المجرمة، والتحرير إن شاء الله وباته قد يكون قريب جدا، واعلان تحرير الموصل. الكل يعني الصغار الكبار الشباب النساء رجال، الكل يجمع على الدعاء الواحد والتضرع الواحد، وهو النصر ان شاء الله لقواتنا الامنيه البطله والحج الشعبي المقدس، وايضا يوم التحرير ان شاء الله قريب جدا، وعوده النازحين الكل النازحين الى مدينه الموصل والى مدنهم سالمين امنين ان شاء الله. طبعا احنا الان في مدينه العاب السلام، هذه المتنزه الترفيهي تقريبا الذي يكاد يكون الوحيد في المحافظه اللي من خلاله يعني ياتون جميع العوائل النجفيه للتنزه، هم وعوائلهم واولادهم، من اجل انه يبرزون ملامح الفرح السعيد، ومن خلال قناه العراقيه الى كل العالم والى كل من يشكك ويريد تمزيق الوحده العراقيه. نعم، هذه هي الوحده العراقيه، وهذه اللحمه العراقيه من الشمال الى الجنوب، من الشرق الى الغرب. العراق واحد وموحد بكل ابنائه، بكل اطيافه، بكل مذاهبه. وما لاحظناه خلال اليوم الاول من صلوات العيد المباركه، الكل نادى من منبره الاسلام المسيح، الكل نادى على وحده العراق ولحمه العراق، وان شاء الله في يعني الكل يقف بوجه من يريد تمزيق هذه الوحده واللحمه العراقيه. طبعا راح ناخذ تهاني المواطنين في هذا المتنزه بمناسبه العيد السعيد ونبديها. السلام عليكم. السلام عليكم، كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. طبعا اليوم استمتعنا كلش بهذا العيد، اجواء حلوه كلش. طبعا استمتعنا كلش بهذا العيد، اجواء حلوه. تقولين قواتنا الامنيه وجيش الحج الشعبي يا ربي ان شاء الله يحفظهم يا رب. ان شاء الله. وعليكم السلام، كل عام وعليكم السلام، كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله صحه وسلامه على الشعب العراقي جميعا، وان شاء الله يحفظنا من الاعداء والاشرار اللي يردون بنا في العراق. يا رب يعم الامن والسماء يعني الامن والامان على جميع العراقيين يا رب. امنيتي خاصه وامنيه كل عراقي هاي. ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. ايام كلها مناسبه العيد السعيد. والله اقدم للحشد يعني الله ينصرهم، جاي يعني اتجول هنا يعني بالالعاب يعني والساحه وجنب الجو حلو. اي ايامك كل عام وانتم بألف خير يا رب. بمناسبة ان شاء الله يا رب عيد العافيه والسلام على شيعة امير المؤمنين اجمعين وعلى العراقيين كافه. ان شاء الله يا رب خير وبركه كل سنه وكل عام على الجميع ان شاء الله. حبيبي طبعا اعزائنا وزملائنا يعني حقيقه عندنا احد الشباب اللي عنده موهبه هي العاب خفه اليد السحريه. طبعا راح اول شيء نقول له يومك سعيده. عامة الخير، يومك سعيد. يعني احنا شفناك من خلال تجوالك بالمتنزه انه الشباب كلهم وياك وتسوي لهم فد العاب. اريد فد شيء. شفتكم اريد هاي راح احضر لكم شيء حلو. العاب خفه، لا مو سحر ولا شيء. انا راح ابدا هسه. هذا درهم عادي. يعني ما شاء الله الشباب كلهم داير مدايره وين ما يروح وراه. بس عندنا هاي مال الشخاطه. طيب يعني
راحت ما هي. ايش قد صار لك يعني انت بعدك صغير ايش قد صار لك بهاي الالعاب الخفه مال اليوم؟ انا هاي واحد علمني، هو هنا علمني وصار لي سنتين انا امارس قد عمرك؟ عمري صار 15 سنه. يعني قد يجوز انت اصغر واحد يعني يشتغل بهاي الامور. بالتوفيق لك ان شاء الله. الله يهديك. شكرا. ونشكر صاحبنا سند هو اللي علمني. شو تقول شو تحب تهني بهاي المناسبه؟ والله احب يعني انا انشهر انا جيت هنا على مود الشهرمات لان هواي يعني جيت هنا ما صحدوني مسرح ولا شيء. بالتوفيق لك ان شاء الله. ان شاء الله. بخير. السلام عليكم. يوم ان شاء الله يوم كل عام وانتم بخير. استاذ احمد الغالي، تقول بهاي المناسبه هن الشعب العراقي والامه الاسلاميه بهذا العيد المبارك. تحياتي لكادر قناه العراقيه وللاخ الغالي احمد عراقيه. احنا بهالمناسبه هاي نحب ننوه انه السنه الخامسه على التوالي كنا فاقدين الفرحه والامل والاعياد لانه الوضع الامني كان مدهور، والحمد لله وشكر الله بجهد قواتنا المسلحه برئاسه قائد العام للقوات المسلحه والحشد الشعبي الله يبارك بهم وكل اخواننا المقاتلين، وزارتي الداخليه والدفاع على الجهود المبذوله من والامان، ومحافظه الانبار الشقيقه العرب صاروا بعد ماكو شيء اسمه سنه وشيعه ان شاء الله، ونهني كل العالم الاسلامي والشعب العراقي ونبقى ايد واحده ان شاء الله للامام لندحر كل من يريد او يحاول انه يوصل للعراق ويخطي خطوه سيئه ضده. شكرا. يعني احمد الفتلاوي. احبتي زملائي الاعزاء. نعم. يعني حقيقه اجواء جميله، اجواء فرح واجواء والله فرحتنا جدا هاي الاجواء. في مناسبه عيد الفطر المبارك وايضا التهاني بتحرير القريب ان شاء الله لمدينه الموصل. ان شاء الله يا رب. الف شكر لك يا احمد الفتلاوي، وان شاء الله يا رب الامن والامان دائما لكل اهالينا بكل مكان ان شاء الله. احنا طبعا مستمرين بهذه التغطيه الخاصه. خلينا نروح الفاصل. يكون عندنا فاصل. اوكي خلينا نروح الفاصل. خلينا نروح لهذا الفاصل قصر وبعدها راجعين خليكم ويانا. مسافر جوا عيشي لو ميت اسمع 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 اسمع. اشتاقيت لعيونك وحنيت لو مبتعد ظليت. طبعا رجعنا اكيد وياكم بعد هذا الفاصل، وموجودين بعدهم منورينا ضيوفنا. خلينا نسالك استاذنا اليوم استاذ ابراهيم، اليوم نشوف الحراس المرمى يعني الجيل الوقت متخوفين مو الحراس قبل. رعد حمودي وفلاح حسن كانوا يتصرفون يطلعون صح لو غلط يعني شو باقي دائما تحت المرمى يعني لا مو احنا اكو قوانين. لا ماكو قوانين، اكو مواهب. المواهب موجوده يعني بالعراق. مشكله بالتدريب؟ لا مو بالتدريب. شوف احنا وين المشكله؟ لا مو هسه اجيك انا احكيك اياها شلون. نعم. مثلا احنا كحراس مرمى شوفنا اكو بنيه جسماني، يعني احنا نقصد حارس المرمى يجب ان يمتلك البنيه الجسمانيه المميزه، يعني القصير يضيع لانه 7 متر بمترين يعني، وما اريد ادخل بتفاصيله بالارض الهدف وطوله. اليوم احنا قبل كان اكو دوري منظم بالعراق، دوري فئات عمريه منظم، اليوم احنا ابدا هذا ما موجود. هذا الشيء. يعني شلون دايركت نقول من الفرق الشعبيه للانديه وللمنتخبات. صحيح. تعرفين يعني مو الاساسيات اللي موجوده، اضافه الى قبل كان الكشافين، ما كانت عقود، ما كانت الامور الماديه مثلا هي اللي تخليك. احنا من اشرفوا علينا اساتذه كبار يعني دقلص عزيز نعايدهم، عبد كاظم الله يرحمه، لطيف شندل نوجه له كل التحيه، كلهم كاظم شبيب، فتاح نصيف، اسماء من مدارس، وكنا نلعب قبل الفريق الاول في سبيل امام الجمهور. شوف انت من دوري الشباب هاي المرحله تلعب امام الفريق الاول وامام جمهور نادي الشرطه. شوف نعم. انت وين عبرت بالجانب النفسي التحفيز. اليوم ماكو دوري الفئات العمريه. اضافه الى اتمنى انه انا اتطرق للموضوع رغم انه احنا عيد وهذا، لكن آفة التزوير. نعم هاي المشكله انا واجهتها جدا يعني. خطره علينا. صحيح. جدا خطره. اليوم مو صعب انه انا اعرف عمر الاخ احمد من خلال البطاقه الموحده التموينيه كذا
سهل اجيبها، لكن العيب على اللي يزور. انا اوجه سؤالي الى الرياضيين مزورين قصدك؟ طبعا بالاعمار، يعني اكو اعمار مثلا هو 90 يسوي 97. شوف يعني يوصل للمنتخب، يوصل للمنتخب الاول. يعني احنا مثلنا المنتخبات عمرنا 21 سنه، المنتخب الاول الفئات العمريه 17 18. اليوم انا اوجه سؤال لاولياء الامور صراحه، وللمختصين سواء في الجنسيه او في الجوازات او كل هذه امانه بعناكم. انا اقول لا تستعجل على ابنك وتزور عمره في سبيل يمثل المنتخب، لانه هو راح ياخذ دور غيره، وبالتالي النتيجه لو تلاحظوها احنا منتخبنا اليوم نتائجه مو بالشكل المطلوب. تسلسلنا 120 على عالميا، احنا 2004 39. شوف الفرق. احنا من نريد نتطرق ونطرح مواضيع اتمنى لا حد يزعل من عندنا، لان هذا بلدنا. هاي مشكله اليوم انت لا تستعجل، المواهب موجوده لكن انقتلت اخ احمد، انقتلت. اما انه احنا يعني كحراس مرمى بعد طبعا عندنا حراس مميزين شباب، حاليا احمد باسل، حيدر محمد، امجد رحيم، علي عبد الحسين، ياسين كريم. اما الحراس الكبار هم نور صبري، اعتقد انه اعتزل دوليا، محمد قاصد حاليا، جلال حسن، فهد طالب، كثير من الحراس موجوده. ما نريد نزعل احد يمكن. احنا انا تعرف ما نريد نزعل احد، موجودين، لكن نتمنى انه بعد ينطون اكثر. يعني اليوم الشهره اصبحت في يوم وليله، بالسابق صعب تحصل الشهره. اليوم الفيسبوك ممكن انت عندك كذا صديق ينزل لك منشورات قبل يريد يشهر من خلال عمله، من خلال فقط. لعبه، من خلال مستواه حتى الناس انه راح تعرفه حتى يشهر. اليوم مجرد صار لاعب او صار فنان ورسن، يعني هي مشكله كبيره جدا. تقوى اكو شغله يعني امر مهم. اليوم الفيس مدى نستخدمه بالطريقه الصحيحه. التواصل الاجتماعي حقيقه مو تشهير وتسقيط للاخرين. لا مع الاسف ترى كثير من الناس مع الاسف احنا نقول نتمنى انه يعرفون شنو الفيس. اليوم حتى بالرياضه تدخل 500 واحد قالوا على فلان المدرب لازم نجيبه، يتاثر. خلينا نطلع من هالاجواء الحزن. خلينا نبقى باجواء العيد، خلينا نروح لهذا الفاصل الغناء وبعد راجعين خليكم ويانا مشاهدينا. أكيد رجعنا وياكم بعد هذا الفاصل الغنائي الجميل، ويمكن نحن مستمرين بنقاشاتنا حتى بالكواليس. مرات نتألم مرات نفرح بالسوالف، بس يمكن هنا شفنا قبال يمكن من ست صباح تخلين ابنك في مدرسة من المدارس الرياضية. نريد نسولف على الأطفال هسه. تشوفين اكو اقبال من توجهات مثل هاي التوجهات؟ والله شوف، يعني هو التوجه بالنسبه للطفل يبدي من العائله، المفروض افضل هيك توجه. الرياضه حلوه من المجتمع اللي هو يحيط به. فانا هسه من اسالك الكابتن، لانه يعني احنا اطفالنا محرومين، ما عاشوا اللي احنا عشناه. يعني هسه رغم كل الاشياء متاحه امامهم، بس مو بسهوله نقدر نوديهم مثلا نحصل عليه، لانه اكو خوف بداخلنا. بس اكو امور غير جيده ممكن ما نريد نخلي الطفل عليهم. مو بس تكنولوجيا كافي. هسه اطفالنا كلهم بيديهم نظارات. يعني 4 يلبسون نظارات، 3 بنات ويوسف. فاحنا نريد نشجع على هذا الموضوع، موضوع الكره. يعني يمكن انتم سابقا من كنتوا يعني كنتوا تروحون مثلا اكو الملاعب بيناتكم انتم بالمنطقه الشعبيه. هسه احنا ماكو. هسه بهذا الوقت حاليا انه الاهل يخافون على ابنهم يطلعون في الشوارع بسبب عمليات الخطف. فهاي صارت مشكله انه اليوم الطفل محروم، ماكو مكان يطلع به حتى يعبر عن طاقته. يعني مثل ما تعرف انه كل طفل عنده طاقه. صح. لكن المشكله انه نخليه بالبيت. اليوم الطفل بده يبقى بالبيت، راح يلتجئون للتلفزيون او ما عنده غير تكنولوجيا، الموبايلات. خصوصا هسه عطله، يعني عطله المدارس، على الاقل بالمدارس شوي يلتهي بالدراسه بالمتابعه. هسه ما عندنا يعني غير الايباد والتليفون. حتى يسترعجهم يعني التوحد بسبب هذا الشيء. انا اربط لكم بين انه موضوع ماكو دوري الفئات العمريه، ودائما احنا نمتلك المواهب. اليوم الظرف يختلف. يعني احنا عندنا اكاديميه نادي الشرطه ما يقارب ال 200 250 طالب عندنا كل الاعمار. الاعمار لحد 2008. بعض الاطفال محصور عائلته حاصرته بالبيت، ايباد،
يقول لك هيك احسن. فمن يجي راح يختلط بمجموعه اخرى من الاصدقاء. صحيح. اجواء من يرجع للبيت يقولون اليوم اختلف، اليوم نام من وقت، اليوم ما احنا اضافه الى هذه. اليوم الاكاديميات اصبحت ضروره بالنسبه لنا كرياضيين، نمتلك المواهب، كثير من المواهب عندنا، لكن عليك انه تحتضنهم بالطريقه الصحيحه وتثقفهم. اكاديميه نادي الشرطه انا مشرف عليها، الحمد لله والشكر انه احنا بدنا نعمل بفد شيء يعني للمستقبل. احنا اليوم يجوز اكو فرصه للذكور عن الرياضه، لكن اليوم المراه تواجه هاي الصعوبات بسبب العادات والتقاليد. لا مو يعني اليوم عندنا لا اليوم عندنا مثلا هواي فتيات عندهن موهبه ما شاء الله، لكن ما يقدرن انه يمارسن الرياضه بسبب الكلام، بسبب انه عافيه المجتمع، بسبب انه احنا مو مسلطين الضوء قليل. يعني كل التربيه الرياضيه اكو بيها بنات اي اكو بيها بنات، بس لكن هذول البنات انهم مجرد انهم دخلوا الكليه لكن ما راح. يمكن الكابتن يوافقني الراي، احنا ما زلنا لحد الان نحتفظ باسماء لامعه بالنسبه للسيدات في مجال التربيه الرياضيه، في مجال الرياضه بشكل عام. كثير من الاسماء المهمه عندنا منتخب احنا على ما اتوقع انه كره قدم نسائي. شوف المجتمع احنا من نتكلم عنه، ليش اليوم احنا عندنا منتخب نسوي بكره القدم؟ صح. بس ما عندنا مساحه ميدان. لا عندنا ساحه ميدان اتصور. كانوا لا حاليا احنا وين نروح ونرجع للمجتمع. اليوم بكردستان اكو فرق كره قدم، كره الصالات. صحيح. المجتمع منفتح اكثر من عندنا. صحيح. عندنا امكانيات، اكو عندها الرغبه يطلعن، لكن تعرف الاهل هسه احنا نكون واقعيين يعني. نعم. نتكلم نرفض انه كذا او كذا. نتخلص من هذه يحتاج لنا فتره. قلت لك احنا اليوم منتخبنا شاركوا اول بطوله النسوي، وطبيعي خسرنا بالنتائج لانه ما عندنا كره قدم نسويه. اليوم الهجوم صار عليهم من كذا، حتى مع الاسف انه شككوا باخلاقياتهم، يعني بالتالي الباقي اللي ما رايحه اكيد من يشوف بهذا المجتمع انه التهجم على هذا المنتخب فما راح يروحون اكيد. صحيح. فاحنا نروح ونرجع على مجتمعنا ناخذ تقوى. هي المشكله يعني. انه احنا مجتمع يعني مجتمع شرقي تحكم عشائر وعادات وتقاليد وثقافات معينه. صح. فمو بسهوله يعني نتوجه اتجاه مباشره، يعني نحتاج وقت. صح. يمكن بالدقائق الاخيره يعني تقريبا ما حسينا بالوقت. ما حسينا بالوقت وياكم نهائيا. نريد نعرف امنياتكم بالعيد السعيد هذا. حقيقة أنا عن نفسي شخصيا يعني ما أتمنى غير أنه ربي يفرجها على العراق ويتحقق الأمن والأمان بكل شبر من أرض العراق، وإن شاء الله القادم يكون أفضل، وإن شاء الله أيامنا تكون كلها أعياد ومسرات وأفراح. إن شاء الله. ما نتمنى الموفقية والنجاح والإبداع في مجال عملك إن شاء الله. كابتن. أكيد طبعا نتمنى احنا اليوم العيد يختلف عن السنة السابقة. بلدنا دا يمشي بخطوات الحمد لله والشكر، سياسيا اجتماعيا أمنيا كل شيء ماشي. أتمنى أنه مو فقط للرياضة العراقية، أيضا للدراما العراقية أن تنهض وتنافس الدراما العربية. وأكيد عندنا إمكانيات عالية جدا. وأنا نسيت عايد بس زعلانة علي الحجية أم جاسم اللي هدتني أم يوسف طبعا، وهي هاي أقل شيء أنه أنا أقدم لها هدية بهذا المناسبة، ويا ربي الصحة والسلامة والعمر الطويل وإن شاء الله الأمن والأمان لبلدنا. طبعا نتمنى لك الموفقية في مجال عملك. ننتقل الآن إلى فاصل. احنا نختم وصلنا الختام. وصلنا الختام. خلصنا احنا وياكم. شكرا لضيوفنا، نورتونا. ان شاء الله مستمرين احنا بتغطياتنا ان شاء الله. لحد الان نقول لكم مع السلامه.